السلام عليكم، صباح النور. كما ترون اليوم إن شاء الله نويت أن أعيد لكم المسفوف. المسفوف هو طبق تقليدي غني عن التعريف، يعرفه الصغير والكبير، خصوصا في شهر رمضان الفضيل. لا يخلو سحور من المسفوف. مقادير المسفوف اللي نحتاج فيها، المقادير الأصلية: المسفوف يكون رقيق، طعام رقيق. نحتاج للزيت، الزبدة، الملح والسكر. هذه هما المقادير الأصلية لإعداد المسفوف. لكن أنا هنا أردت أن أضيف بعضا من الإضافات. نسيت الزبيب كذلك. أنا وددت أن أضيف بعضا من الأشياء في الأخير، كاللوز والمشمش المجفف والجوز، وكذلك احنا نقولوا كرموس والتمر الدقلة. هذه الاشياء تزيد تخلي الطبق تاعنا غني جدا ويعطيك الصحة والقوة. هيا بنا لنبدأ. كما ترون المقادير امامكم. يلا نبداو في تحضير طبق المسفوف لهذا اليوم. كما نلاحظ هنا نجيبو كسكاس. اول حاجة نقوم بها ان نحطو فيه الزبيب اللي يكون غسلناه وخليناه منقوع في الماء لمدة ساعة. تحبي تحطي عليه ساشي بلاستيكي ولا تغطيه بالمغاط تاع البرمة تاعك وتحطيه فور حتى تحسي به طرى وطاب تماما، ومن بعد ننتقلوا للمسفوف. الحاجة الثانية اللي نقوم بها هي ان نجيبو المسفوف نحطو عليه الملح، نحطو عليه كمية من الزيت، ونبداو نقلبو فيه. انا نحب نخدم هذه الخدمه بيدي هكذا. عبالكم المسفوف يكون الطعام تاعو رقيق، لازم ديروه يابس هكذا بهذا الشكل باش ما يتعجنلكمش. لازم اول خطوه تقوموا بها هي انكم تحطوا الملح. انا نحب نحط الملح ونحط الزيت باش من بعد الملح يتجانس مليح مع المسفوف ويدخل فيه باش يجينا المسفوف تاعنا بنين هكذا. يكون ديجا الزبيب نتاعنا فار. نجيبو الكسكاس ونحطو عليه الطعام فوق الزبيب، وهو هكاك نحطو فوق الطعام ونخليوه يفور مليح. هنا كما نلاحظ كان المسفوف فار. التفويرة الأولى بهذه الطريقة. نحركوه. الآن جات المرحلة المهمة بعد ما كنا خلطناه. نجيبو الماء نخلط بالزيت ونفرغو عليه. كما تقولوا ما المسفوف يحب الماء، الله يرحمها تقول المسفوف يحب الماء ما تهابيش. ما لا ما نهبوش، نمدولو الماء وما نخافوش. هكذا بهذه الطريقة ما تخافوش وما يتعجنش. يبان فقط في الاول باللي رانا كسرنا له الماء، مي هو نورمال كيما راكم تشوفوا يشرب. نتركوه في القصعة هكذا
حتى ينشف مدة 5 دقائق، ومن بعد نعاودو له التفويره الثانيه. وكي يزيد يفور نعاودو له نفس العمليه بالماء، ونزيدو نديروه يفور التفويره الثالثه. لكن في التفويره الثالثه ما نزيدوش الماء، من بعد نديرو له الزبده نريحوه في الاخر. لنا لقاء في الزبده. هنا كما نلاحظ بعد انفار الطعام التفويره الثالثه والاخيره نحطو الزبده، ونحطو كذلك السكر. انا اكتفي بهذا القدر، لكن كل واحد يدير على حسب الذوق نتاعو السكر. و نبدأ بالتحريك، وبعدها التزيين. نلتقي في صحن التقديم إن شاء الله بعد التزيين. كما نلاحظ عزيزاتي المسفوف تاعنا واجد في صحن التقديم، ديكوريتو بهذا الشكل. اللي عنده المكسرات يديكوريه بهذا الشكل. الآن بقي فقط العسل. بهذه الطريقة نصبوا كاس اللبن، ونشربوا بالصحة والهنا. كان هذا هو طبق اليوم، مسفوف بالمكسرات، لذيذ جدا. لكل من أعجبه الفيديو ما عليه إلا الضغط على جيم أو لايك و تفعيل الجرس. أنا مانيش حافظتها مليح هذه. تفعيل الجرس لكي يصلكم مني كل جديد ولذيذ ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم بحب.